في إطار مواصلة الجهود وتنفيذا لتعليمات قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالوادي في شقها المتعلق بمراقبة أسواق بيع المركبات لمنع تداول للبيع أو الشراء للمركبات المصنعة بالجزائر من شركة فيات دوبلو بانوراما وفيات دوبلو التجارية، حيث تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالوادي من معالجة قضيتين نوعيتين متعلقة بالمضاربة الغير المشروعة لبيع المركبات المصنعة محليا نوع فيات دوبلو بانوراما وفيات دوبلو التجارية. جاءت العملية بعد مراقبة حركة دخول وخروج السيارات إلى السوق الأسبوعي للسيارات، حيث قام أصحابها من عرضها للبيع بأثمان باهظة والحصول على أكبر هامش ربح. أفضت التحقيقات المنجزة من طرف مصلحة البحث والتحاليل للدرك الوطني بالوادي والفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالرباح من تحديد جميع أفراد الشبكة وتوقيف 11 شخصا، فيما يزال 4 أشخاص في حالة فرار. كما أسفرت العملية على حجز 4 مركبات وكذا في ملفاتها الإدارية. تم إنجاز ملف قضائي وسيتم تقديم الأشخاص أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا عن جنحة المضاربة الغير مشروعة عن طريق طرح عروض في السوق بغرض إحداث اضطراب في السوق ورفع الأسعار بطريقة مباغتة وغير مبررة.